السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلكم طريقة هنسلق بها الفراخ الجميلة، أخف طبخة وأسهل طبخة للبنوتة اللي خلصت الجامعة واتجوزت من غير ما تقف مع ماما في المطبخ. ازاي نسلق الفراخ؟ طريقة سلق الفراخ سهلة وبسيطة. يلا ندخل المطبخ مع بعض، اتفضلوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، عاملين ايه؟ هنسلق مع بعض الفراخ. نسلق الفراخ، الفراخ سهلة قوي وممكن نسلقها بأي، يعني أي حد يعرف يسلقها. تمام، أي حد يعرف يسلق الفراخ، بس في تريكات صغيرة ممكن تفوت عليا أعرفها منك كمعلومة، بعد كده أعملها ألاقي ولادي بيحبوها وبيحبوا وطعمها حلو. ايه المانع ان احنا نقول لبعضنا احنا بنسلق الفراخ ازاي؟ طيب معاكي ايه يا بطة راح تعملي بسلق الفراخ؟ اتفضلوا معايا اقول لكم ايه. معايا معلقة سمنة بلدي صغيرة، حطيتها فكة تساحت اهي. تمام تمام. هحط معايا فص مستكة. ماشي، فص مستكة اهوت، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. تمام، حطيت فص المستكة يفك معاها. تمام كده، تمام ماشي. هحط ايه بقى كمان معايا هنا؟ قرفة خشب، حبهان، كوبيبة صيني، ورق لورا، زر الورد، قرفة، قرنفل اللي هو المسمار. تمام، هحطهم كده اديهم ايه تشويحه كده، يطلعوا النكهه بتاعتهم في معلقه السمن عشان احط الفرخه بتاعتي. تمام تمام. هنديها بس ايه ساعه ما الريحه بتاعت البهارات كده تطلع. تمام، نحط الفراخ بتاعتنا. طبعا انا احنا نفرين اتنين او فردين اتنين. تمام، الفراخ انا غسلاها ومنضفاها كده كده. عشان اطلعها اديها ايه تطلعها حلوه. انا بديها اطلعها دلوقتي مع الشوربه بقى والدنيا دي، البهارات هتعمل الشغل بتاعها. تمام تمام. انا بحب ان انا الوح او اشوح او ادي صدمه كده للفراخ او اللحمه مع معلقه السمنه في الحله، وبعدين احط عليها الميه المغليه. في ناس تحب ان هي تغلي الميه وتحط البهارات وتحط التوابل وبعدين تحط الفراخ. تمام، عرفتوا بقى كل واحد ليه طريقه ازاي. انا معايا هنا طماطمايه، جزرايه، بصلايه، فص ثوم. فص ثوم انا بحب احط فص ثوم، بيديها طعم حلو وطعم جميل. تمام كده برضو بالشكل ده كده. هنديها تشويحه مع بعضنا. تمام. معانا ايه هنا تاني؟ معانا معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر صغيره. تمام، ومعايا ايه مرقه دجاج بجيبها انا سايبه كده. تمام تمام. هنشوح الحاجات دي كلها مع بعض ونشوف مع بعض النتيجه تبقى عامله ازاي. كده بقى زي ما انتم شايفين خدت اللون الجميل ده. ماشي، التلويحه بتاعتها والريحه، ريحه النكهات العطور اللي طالعه من البهارات والتوابل. تمام كده كده. هنحط بقى الميه بتاعتنا. طبعا الميه لازم تكون بتغلي لان دي حاجه سخنه، يبقى نحط عليها ميه سخنه مغليه، ما نحطش ميه ساقعه من الحنفيه. تمام تمام. شفتوا بقى الشوربه بتاعتنا خدت اللون الجميل ازاي؟ تغلي مع بعضها عشان ده سخن وده سخن. تمام، ما ينفعش ابقى بلوق حتى لحمه او بلوحها او بحمرها على النار في حله سخنه واحط عليها ميه ساقعه. ما ينفعش. اولا الطعم مش هيبقى حلو، ثانيا مش هتستوي معاكي بسرعه. كده ده سخن وده سخن هيستوي بسرعه. تمام كده. اللحمه بتاعتنا الفرخه بتاعتنا استوت اهي، شايفين الشوربه وجمالها. هنحمرها بقى كده ونشوفها مع بعض. دي المرقه بتاعتنا او الشوربه بتاعت الفراخ، شايفين اللون الجميل ده؟ ده من حبه الطماطم والجزره. تمام، والبهارات بتاعتها هي اللي عاطيه اللون ده. طبعا بالشكل ده كده اهو. تحفه.
تحفه تحفه تحفه. طبعا كده اديتها وش تاني. بكده انتهينا من سلق الفراخ. تمام. هي حاجه بسيطه وسهله واي واحده بتعملها عادي، بس دي انا بقدمها لاولادي الصغيرين لاول مره يشوفوا او يعرفوا ازاي بنسلق الفراخ ونوصل معاهم بالمرحله الجميله دي، اللون الجميل ده من الجهتين الاتنين. تمام. ومعانا الليمون، طماطم. زوقي طبقك براحتك، دي وجبه فرد. الطبق بتاعك تزوقيه براحتك انتي، والطريقه اللي تحسي ان ابنك او بنتك هتعجبهم طريقه التقديم. ودي كان معانا طبق ازاي طريقه سلق الفراخ المسلوقه. تمام. سهله وجميله وحلوه ومفيده، والشوربه بتاعتها جميله، وممكن نعمل عليها ملوخيه، نعمل عليها اي حاجه تانية انت حباها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم فاطمه الجندي.